يعتبر الماعز الشامي بحضوره القوي في الساحة أكثر الماعز إنتاجا للحليب في الوطن العربي. وفي هذه الحلقة سنتعرف عن أهم الأشياء التي تجعل هذا الماعز ذو شأن ومكانة عالية. يعرف هذا الماعز باسم الماعز الشامي أو الدمشقي أو القبرصي، حيث أن مكان نشأته يعود إلى بلاد الشام، وتربى في كل من سوريا ولبنان وقبرص بكميات وافرة لإنتاج كل من الحليب واللحوم. وتتغير جودة حليب هذا الماعز وتكوينه وفقا للطعام والأعلاف التي تتلقاها. إن القدرة على إنتاج الحليب في ظل الدفاء والكميات العالية نسبيا من مواد الحليب الصلبة الموجودة في حليبها جعلت الماعز الشامي السلالة المفضلة في الشرق الأوسط. يتميز هذا الماعز بكبر حجمه وكثافة شعره، حيث يكون الشعر قصير على الوجه والبطن والرقبة وطويل على الورك ومؤخرة الجسم. ويتميز هذا الماعز باللون البني أو الأحمر الفاتح، وهناك كذلك ألوان أخرى مثل الأسود أو الأبيض أو مزيج من هذه الألوان. لها آذان طويلة جدا وكذلك طويلة الرقبة نسبيا، وتتميز بأنف روماني مقوس بشكل واضح. وللإناث ذرع ضخم، بينما الذكور ذات شكل نشيط ورغبة جنسية عالية، غير أنها موسمية في نشاطها التناسلي، حيث يمتد موسم التلقيح من شهر السادس إلى شهر 10، ومدة الحمل تتراوح ما بين 148 يوم إلى 152. بالنسبة لموسم التناسل يجب أن تكون الفحول معزولة عن العنزات 3 أشهر قبل حلول موسم التناسل، وذلك لضمان خصوبة عالية، حيث يتميز كذلك بنسبة توأمة عالية تصل إلى الجديان للأم الواحدة حوالي 75% من قطيع الماعز. ويعتبر الماعز الشامي كبير من نوع الماعز النوبي، حيث يبلغ متوسط أوزان الماعز الذكر حوالي ما بين 70 إلى 90 كيلوغرام، بينما يبلغ متوسط أوزان الإناث حوالي ما بين 50 إلى 60 كيلوغرام. الماعز الشامي صلبة وقوية، يمكنهم تحمل مناخات الطقس المختلفة في جميع أنحاء العالم، وتشبه إلى حد كبير الماعز الحجازي، إلى أنها تزدهر جيدا في مناخ الطقس الحار في الدول الشرق الأوسط، كما يمكنها العيش على القليل من الطعام أيضا. إذا تم تقديم الرعاية المناسبة يمكنها توفير 3 إلى 4 توائم لكل ولادة. هم منتج ممتاز للحليب في المتوسط، يمكنهم إنتاج حوالي 1.5 كيلوغرام من الحليب يوميا، والماعز كبيرة مما يجعلها منتجة جيدة للحوم والجلود لتطوير المنتجات الجلدية. وتنمو السلالة بسرعة كبيرة مقارنة بسلالات الماعز الأخرى في منطقة الشرق الأوسط، حيث يتم التزاوج في أوقات معينة من السنة في شهر أغسطس وسبتمبر، وهذا يحدث بعد نضج الإناث بعمر 7 شهور والذكور عند حوالي 8 أشهر تقريبا. وتمتد فترة الحمل لمدة 150 يوم، وفي حالة الولادة قبل اليوم 145 يكون الجنين معرض للموت. ويجب الاهتمام بالتغذية الجيدة خلال فترة الحمل لضمان إنجاب ماعز بصحة جيدة، وأيضا المحافظة على اللقاحات الهامة مثل اللقاح ضد التسممات الداخلية. وبعد الولادة يجب زيادة كمية الأعلاف الخضراء التي تزيد من إدرار حليب الماعز، ويمكن تقديم الأعلاف للصغار بعد مرور 15 يوما من الولادة.
ويتميز الماعز الشامي الأصيل بالعديد من المواصفات جعلتها من أشهر أنواع الماعز، وتعتبر هذه السلالة من أفضل أنواع الماعز العالمية لإنتاج الحليب والتوائم، قادرة على الولادة مرتين في العام كل 5 أشهر في حال توفر الغذاء والبيئة المناسبة والذكور نشيطة جنسيا بشكل ملحوظ. وتعتبر الماعز الشامية مقاومة للأمراض المنتشرة والمستوطنة، ويتحمل درجات حرارة عالية تصل إلى 41% وبرودة تصل إلى ناقص 6%. أما فيما يخص حليب الماعز الشامي فهو غني بشكل ملحوظ بالبروتين وقليل من الدهون، وأن كميته وجودته تعتمدان على كمية ونوعية الأعلاف. ويتغير الاسم حسب اللون، فهو مختلفة في سلالة الماعز الشامي. هناك المارودية والإسطنبولية والشهباء والعجمية والنجمة إلى غير ذلك من أنواع هذه السلالة. ويحتاج الماعز الشامي إلى بيئة هادئة ونظيفة وأعلاف وفيرة وخاصة الشعير. أما الرعي يجب أن يكون أساسيا ولا يجب أن يقل عن 4 ساعات يوميا، علما أنه يجب توفر الأعلاف الخضراء كعنصر أساسي في العليقة العلفية طوال العام. ما الذي يميز الماعز الشامي؟ يعتبر الماعز الشامي من أفضل 5 سلالات ماعز عالمية منتجة للحليب والتوائم، ويتميز هذا الصنف عن غيره بصفات خاصة بحسب دراسات كثيرة كسعة العينين وبياضهما إلى جانب الحجم وتناسق الأعضاء، إضافة إلى اختلاف ألوانه، فالغالب هو اللون الدبسي البني الغامق جدا المقارب للسواد الذي يشكل حوالي 98% من لون الماعز. وإذا اختلف اللون تتغير الأسماء، فهناك العجمية والمارودية والإسطنبولية والشهباء. من خلال هذه الصفات المميزة للماعز الشامي ولونها، جعلها محط أنظار الكثيرين من المهتمين بتربيتها وخاصة من دول الخليج العربي. وبسبب عروقها النادرة أقيمت مزادات علنية ومهرجانات وتسجيلات على مواقع التواصل الاجتماعي. هي سلالة نادرة مهددة بالانقراض.